في بيته المتواضع، أو ربما الأقل من ذلك، يعيش السيد رابح مع أسرته المكونة من 10 أفراد بالإضافة إليه وزوجته. فالفقر هنا واضحة معالمه في كل ركن وعلى كل وجه. والفقر هنا لا ينحسر، بل يتوغل في أصحابه، ويتوغلون فيه مرغمين أكثر فأكثر. يحدث ذلك حين يحجب صاحب اليد يده ويمنع عنهم ما لا يمن به عليهم. القبضة الأولى نزلوا لي إياها 6 شوالات، والقبضة هذه شوالين. كانت قبل قديش؟ قبل 20 يوم، قبل 20 يوم تقريبا، قبل 25 يوم أعطوني شوالين طحين. ليش يا عمي هيك؟ قال هيك الحكومة بدها. خرجنا بكاميرتنا مع الرجل ساعين لمعرفة كيفية تدبره لقوت أسرته. إلى أين تراه يذهب؟ يبدو أنه سيشتري دجاجة واحدة أو ما تيسر من هذا المسلخ. لا، لم يفعل. ويا لهول ما رأينا. أغلب الوقت رجلين دجاج وخبيزي. وقت الخبيزي، موسم الخبيزي خبيزي، ووقت رجلين الدجاج بنجيب رجلين دجاج وبناكل. رجلين دجاج هذا على طول مستمر. بنروح على العميل تبعنا هذا، بنقول له ابو طه، بنروح عليه بناخذ منه، بعرفنا يعني بناخذ منه رجلين دجاج دائما. مرات بنبقى محضريننا، مرات بنروح بنلقاش، مرات يوم نلقى بنجيب. لا، من كثر الناس اللي بيجوا ياخذوا رجلين. في ناس يعني في نسبة فقر كبيرة في يطا، بيجي ناس كثير بياخذوا رجلين. لم نستطع تلبية دعوته لنا على الطعام، فهل هناك من يستطيع؟ بروح على الجيران بشوفهم طابخين دجاج، شو طابخين دجاج، بيجوني يعيطوا الولاد، يا بابا طابخين دجاج ليش ما بيجيب لنا؟ منين بدي اجيب يابا؟ ما انا بقيت اشوف، بقيت اشتغل واجيب لكم. الحين منين بدي اجيب؟ بس بتفهموا بس يا عمي الجاهل ما بشعر في الاب وكيف. يقول لك يعني لازم يجيب لي ابوي زي ما هذول جابوا، لازم بعين الله، استرها الله. قديش بعيد الدار من الشؤون الاجتماعية؟ هلا احنا ماشي طريق بننزل تحت قريبة اصلا ما فيش فيها كيلو. عشرات الأمتار فقط يبعد بيته عن مكتب الشؤون الاجتماعية في يطا، ولكن يبدو أنه يبعد عن عيون من فيه أكثر. فعن أي مساعدات للفقراء يتحدثون، ويتساءلون لماذا هم على ما هم عليه من المرض، وماذا تراه ربح إذا ما كان له من اسمه أي نصيب. أمجد أبو عرفة، معا الإخبارية، يطا، جنوبي الخليل.